طول عمري كنت بشوف الناس اللي بيحكوا حكايات عن الجن بيبالغوا فيها بشكل مريب جدا. الناس بتحب تضيف الرعب لأي حاجة غريبة وخلاص، لكن في موقف حصل معايا من سنتين خلاني أغير رأيي في الموضوع ده تماما. أنا عشت مع جن في البيت ومعرفتش ده إلا بعدها بفترة. إيه اللي حصل معايا في البيت وكنت عايش معاه إزاي؟ الكلام ده هتعرفوه دلوقتي، بس قبل ما نبدأ عايزك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وشكرا جدا بجد على التعليقات الحلوة اللي على الفيديوهات اللي فاتت دي، بجد انتوا فرحتوني جدا، سواء بقى التعليقات اللي هنا او اللي هنا، كلكم بجد على دماغي من فوق. قبل ما نبدأ بقى عايزك تعمل الطقوس اللي احنا متعودين عليها، وهي انك تطفي النور اللي موجود حواليك كله وتعمل كوباية القهوة وتحط الهاند فري، ويلا بينا. اكيد القصة ما حصلتش معايا انا، القصة انا جايبها من واحد كان بيحكيها على منتدى على الدارك ويب، بس انا هحكي لكم القصة كأنها حصلت معايا انا يعني. اكيد انتوا فاهميني. يلا بينا. أنا مازن، طالب جامعي في كلية الآداب جامعة المنوفية. كنت ساكن في سكن بعيد عن السكن الجامعي شوية، لأني ما كنتش حابب فكرة إن أنا أتجمع أنا وشباب كتير في أوضة والشغل اللحوسة ده. كنت بريح دماغي وبحب أقعد لوحدي خالص. أي نعم الإيجار كان بيبقى غالي عليا شوية، لكن بالنسبة لنا راحة البال أحسن بكتير. المهم أنا قضيت أول 3 سنين من الجامعة دي زي الفل، قاعد في الشقة بتاعتي وحالي مظبوط وكله تمام. بس جه عليا يوم حصل لي ظرف واضطريت إن أنا أسيب الشقة اللي أنا كنت ساكن فيها وأدور على شقة تانية، وده بسبب إن صاحب الشقة اللي أنا كنت مأجرها منه حب إن هو يبيعها، وقال لي قدامك يومين بس هتدور فيهم على شقة تانية تسكن فيها. فضلت ألف كتير على شقق، لكن الأسعار كانت غالية جدا وكانت فوق مقدرتي بشوية حلوين، لحد ما صاحبي قال لي إن في شقة موجودة في عمارة قديمة شوية، بس مشكلة البيت ده إنه قايل للسقوط، وده اللي مخلي سعر الإيجار فيها قليل شوية. قال لي أنا شايف إن دي أنسب شقة ليك، أنت أصلا ما كنتش قادر إن أنت تدفع الإيجار بتاع الشقة اللي أنت كنت ساكن فيها، على الأقل دي إيجارها قليل وما فيهاش العبر، يعني هي شقة كويسة. أنا بصراحة ساعتها ما كنتش مرتاح للفكرة، بس ما كانش عندي اختيار تاني. فعلا لميت شنطي وحاجتي اللي كانت في الشقة اللي أنا كنت مأجرها ونزلت من العمارة، ووصلت العمارة حوالي الساعة 9 بالليل. العمارة نفسها كان شكلها قديم جدا، السلم كان ضيق والنور اللي موجود ما يخليكش تشوف أصلا كف إيدك وأنت ماشي. وأنا طالع فوق على السلم قابلت صاحب العمارة، كان واقف فوق في الدور التالت، بصلي كده ولقيته بيقول لي وأنت اللي جاي تسكن هنا؟ قلت له أيوه. قال لي اسمك إيه بقى؟ قلت له مازن. وأنت؟ قال لي أنا اسمي الحاج رضوان، لو عوزت اي حاجه انا في خدمتك. وطلع المفتاح من جيبه وفتح باب الشقه. لما دخلت الشقه استغربت جدا، الشقه كانت نظيفه بشكل مبالغ فيه، وبمجرد ما حطيت رجلي اصلا جوه باب الشقه ما سمعتش اي صوت حوالين البيت خالص. حسيت ان بمجرد ما دخلت الشقه دي انعزلت عن العالم اللي بره خالص. بدأ ان هو يوريني الاوضه اللي موجوده في الشقه ويفرجني عليها، وبصراحه ما اكدبش عليكم الشقه عجبتني جدا. مقابل السعر اللي انا هدفعه للايجار ده الشقة جميلة جدا. المهم بعد ما عم رضوان فرجني على الشقة اداني المفتاح وخد بعضه ونزل. بعدها بمفيش 5 دقايق سمعت باب الشقة بيخبط، فأنا طبيعي رحت أفتح الباب. لما فتحت الباب كان واقف قدامي شاب في حدود ال30، ملامحه كانت هادية جدا وواقف ساكت وما بيتكلمش، هو واقف باصص لي وخلاص. عايز ايه بقى؟ ما بيقولش. المهم بعد 3 ثواني سكوت ولا حاجه قلت له يا فندم محتاج حاجه؟ بص لي شويه كده قبل ما يتكلم وقال لي انا كنت واقف مع الحاج رضوان تحت وكنت بساله عن شقه للايجار. قال لي والله العظيم الشقه لسه مدفوع ايجارها حالا، عندك مازن موجود فوق لسه واخد الشقه، ممكن تطلع تساله لو انت عايز تقعد معاه وتقسموا الايجار مع بعض. بيني وبينكم كده الموضوع قعد يلعب في دماغي شويه، فيها ايه لما شخص يجي يقعد معايا في الشقه وادفع انا وهو الايجار بالنص؟ العمليه اصلا مش مستحمله. فضلت واقف باصص في عينه شويه كده وبعدها وافقت. الغريب في الموضوع انه ما كانش معاه ولا شنطه واحده حتى، هو داخل كده لوحده وما معهوش اي حاجه. لما دخل بدات ان انا افرجه على الشقه تاني زي ما الحاج رضوان فرجني عليها، وقلت له دي الاوضه اللي انت هتقعد فيها، لان انا حطيت هدومي في الاوضه التانيه. قال لي تمام ماشي مفيش مشكله. بعد ما خلصت كلام انا وهو دخلت اوضتي ومفيش 5 دقايق عيني راحت في النوم. بس حوالي الساعه 3 الفجر كده صحيت فجاه، كان في صوت حركه خفيفه في الصاله، فانا طبيعي خرجت ابص اشوف في ايه. فلقيت الشخص اللي جاي يسكن معاه ده واقف في نص الصالة وما بيعملش حاجة. والمشكلة مش في كده، المشكلة إن الصالة كانت ضلمة كحل، مفيش إلا نور اللمبة السحاري اللي إحنا بنقيده لما ندخل ننام ده. فأنا لما لقيته واقف مش بيعمل حاجة كده قلت له هو أنت بتعمل إيه؟ وإيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ لقيته بيبص لي كده وبيقول لي أنا ما بيجيليش نوم بسهولة، معلش أنا عارف إن أنا أزعجتك بس هي كلها نص ساعة وهدخل أنام. فأنا بصيت له كده ورجعت أوضتي تاني، لكن قبل ما أقفل الباب ديرت وشي وبصيت عليه تاني، كان واقف في نفس المكان بالظبط متحركش خطوة. وانا بصراحة مش عارف هو واقف الوقفة دي بيعمل ايه. المهم انا ريحت دماغي ودخلت انام. الصبح لما طلع بقى حاولت اتعرف عليه اكتر، بدأت اقعد معاه بقى ونتكلم وقلت له انت شغال ايه؟ سكت شوية كده كأنه كان بيفكر في إجابة، وبعدين لقيته بيقول لي أنا شغال شغلانة بسيطة كده، مرضيش يقول اسم الشغلانة حتى.
الموضوع خلاني استغرب شوية، لكني قلت لنفسي يمكن الشخص ده مش بيحب يحكي عن نفسه. الغريب بقى ان طول اليوم ما شفتوش بيكلم حد، بيمسك موبايل او حتى خرج بره الشقة. حتى الاكل، لما طلبت اكل وعزمت عليه قال لي انه مش جعان. المهم اليوم المتعب بتاعي ده خلص ودخلت قعدت في الاوضه على الموبايل شويه. بس وانا قاعد في الاوضه فجاه سمعت صوت خبط خفيف، كأن حد بيمشي صوابعه على الحيطه وبيخبط عليها. خرجت اشوف ايه اللي بيحصل، لقيته واقف نفس الوقفه في الصاله وباصص للسقف. قلت له هو انت سامع الصوت ده؟ لقيته بيقول لي ايوه، الصوت ده بيجي هنا على طول. على طول ايه يا ابني، انت اول مره تسكن معايا النهارده. سألته الصوت ده بيجي منين طيب؟ رد وقال لي من فوق. الغريب اصلا ان الدور اللي فوقنا ده ما كانش فيه اي وسائل للحياه، كان لسه على الطوب الاحمر. انا سبته بعبله بالهبل اللي واقف يعمله ده ودخلت نمت تاني. لكن حوالي الساعه 2 الفجر صحيت، بس المره دي بقى ما كانش بسبب صوت الحركه. كنت سامع صوت همهمه وكلام واطي جدا، كأن في حد بيتكلم بس انا مش فاهم او ما كنتش سامع الكلام بشكل واضح. بس الصوت كان جاي من الصاله. فتحت الباب بهدوء، لقيته واقف ووشه كان الناحية التانية، وكان واضح انه بيتكلم مع حد، بس انا مش شايف حد غيره واقف في الشقة. وفي وسط ما انا واقف باصص عليه لقيته فجأة لف وبصلي. قلت له انت كنت بتكلم مين؟ لقيته بيقول لي بصوت تخين كده. ما تشغلش بالك وخش نام. انا بصراحة ما اكدبش عليكم، خفت منه جدا. شكله كان متغير وملامحه فيها حدة غريبة، فانا اتقيت شره ساعتها ودخلت انام تاني. في اليوم التاني كنا قاعدين عادي، كنا بنتكلم، بس لما خلصنا كلام لقيته قام واقف قدام المراية اللي موجودة في الصالة. واقف بيبص لنفسه كده، كأنه مش متعود يشوف نفسه في المراية او اول مرة يشوف نفسه. كان واقف بيعمل حاجات غريبة، كان بيقرب وشه من المراية ويقوم راجع تاني. لما شافني واقف باصص له ومستغرب قال لي على فكرة ساعات المرايات بتورينا حاجات احنا مش شايفينها. الجملة دي فضلت معلقة في دماغي طول اليوم. بس هنا المصيبة، تاني يوم الصبح وانا نازل من الشقة قابلت راجل كبير كان ساكن في الدور الاول. قال لي انت الجديد اللي ساكن في شقة الاستاذ سامي؟ قلت له ايوه. قال لي كويسة الشقة؟ قلت له اه، بس اللي ساكن معايا شكله غريب شوية. بص لي باستغراب شوية كده وقال لي مين اللي ساكن معاك؟ وصفت له شكل الراجل اللي كان موجود معايا فوق. الراجل سكت شوية كده وقال لي ايوه فعلا الراجل ده كان ساكن هنا. قلت له نعم، انت بتقول ايه؟ ده هو قايل لي انه مش من هنا واول مره يجي في المنطقه دي. وبعدين ايه كان ساكن دي؟ ما هو لسه ساكن معايا فوق. قال لي مين يا ابني اللي ساكن معاك؟ الاستاذ سامي اللي قاعد معاك فوق ده ميت من سنتين. قلت له احا. خدت سلم العماره طيران لحد الشقه اللي فوق. كنت عايز اساله بنفسي، فتحت باب الشقه لكن الشقه كانت فاضيه تماما. الاوضه بتاعته كانت فاضيه وما فيهاش اي حاجه تدل ان كان حد موجود هنا اساسا، كأن مفيش حد دخل الأوضة دي من سنين. بس لمحت حاجة على الترابيزة خلت جسمي أشعر، المفتاح اللي كان دايما ماسكه في إيده. لكن مفتاح إيه ده بقى؟ الله أعلم. أنا مش قادر أفهم حاجة واحدة بس، لو الشخص ده مات من سنتين أمال مين اللي كان قاعد معايا فوق؟ والله يا مازن أنا مش عارف، ممكن تنزل تسأل الحاج رضوان بقى. دي كانت قصة مازن. وعايز أسألكم سؤال، انتوا شايفين القصة دي حقيقية ولا متألفة ومن وحي خيال مازن؟ ما هو أنا مش نبي، أكيد أنا معرفش القصة دي حقيقية ولا كده. انتم بقى ممكن تحللوا القصة دي وتكتبوا في التعليقات هي حقيقة ولا كذب. وبس، دي كانت نهاية الفيديو النهاردة. ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوا الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.